بنشوف ليندا وهي بتصحى من النوم على حاجة بتخبط في الشباك، ولما بتنزل بتكتشف إنها حمامة وللأسف وقعت وماتت من الخبطة. وفي الوقت ده بيكون جوزها راجع من الشغل وبيسألها لو حاسة بأي حاجة غريبة أو شايفة حاجة، لكن هي بتطمنه إن مفيش أي حاجة بتحصل معاها، وبيلفوا الحمامة وبيسيبوها على جنب. ولما ليندا بتدخل هي وجوزها وبتفتح التلاجة بتتصدم من التلج الغريب اللي جوه التلاجة، وبتسأل جوزها هي التلاجة مالها بالظبط، بايظة ولا ايه؟ بس جوزها بيقول لها انه راجع تعبان ولازم ينام دلوقتي علشان وراه شغل. وبعد كده بيمشي وبتبقى ليندا بتبص حواليها وبتلاقي ان شباك المطبخ بتاعها عليه شبورة، ودي بالنسبة لها بتكون حاجة غريبة لان الجو مش برد اصلا ولا حتى الدنيا بتمطر. وفجأة وبدون مقدمات بتسمع صوت رزع جامد جاي من باب بيتها، فبتخرج علشان تعرف في ايه، لكن مش بتلاقي حد واقف. والغريب انها بتلاقي ان الحمامة مش موجودة في نفس المكان اللي حطيتها فيه، وبتشوفها عمالة تلف حواليها في السماء. بس ليندا بتعدي الموضوع وبتروح على المحل بتاعها، وهناك بتقابل صاحبتها اللي بتقول لها انها حاسة بحاجة غريبة في المحل بتاعهم، وانها لما فتحت المكان حست ببرد شديد مع ان الدنيا شمس. واثناء كلامهم ليندا بتشوف باب المحل بيتجمع عليه تلج، فبتطلب من صاحبتها انها تقعد في المحل مكانها على ما تجيب حاجة تشربها وترجع تاني. وبتمشي ليندا بس بتتفاجأ لما بيظهر قدامها باص كبير مليان ناس طبيعيين، بس فجأة الناس دي بتتحول لأشباح بتصوت وكأنها بتستنجد بيها، وبعدها بيرجعوا طبيعيين من تاني. وهنا ليندا بتبقى مرعوبة بس بتقنع نفسها ان اكيد دي مجرد هلاوس، مش معقولة هتشوف الكمية دي من الأشباح في وقت واحد. فبتروح تطلب قهوة بس بتلاحظ ان في رسالة مجهولة محطوطة على الحيطة ومكتوبة فيها ان هي اللي عليها العين والنني. وفجأة الرسائل دي برضه بتختفي وبتسمع صوت صفارة قوية جدا لدرجة انها راسها وجعتها. وتقريبا كده من كتر اللي بيحصل في يوم ليندا هي قربت تتجنن وهتجننا معاها. بترجع ليندا للمحل وبتعرفها صاحبتها انها كلمت صنايعي هيجي يشوف نظام التهوية بتاع المكان في ايه، وبتوريها انها جابت ساعة لاخوها هدية. بس ليندا بتلاحظ ان الوقت في الساعة ده مش مظبوط، وصاحبتها كمان بتستغرب لانها لسه ظابطة الوقت، فبتطلب منها تبص برا المحل على الساعة العمومية. وهنا المفاجأة، ليندا بتشوف نفس الحمامة اللي وقعت عند بيتها الصبح واقفة بره. ومن هنا بتبدأ ليندا تحس ان في حاجة غريبة، وكأن كل دي رسائل مشفرة لحاجة هتحصل معاها. وبتعدي ليندا يومها المريب ده بسلام، واخر اليوم بتروح تشوف كيم جوزها وبتحكي له عن اللي حصل معاه في اليوم وانها حاسة ان في حاجة وحشة هتحصل. فبيطمنها جوزها وبيطلب منها ترجع البيت ترتاح. بس اول ما بتوصل ليندا على هناك بتلاقي ان الجو في البيت برضه برد جدا ومش عارفه ايه السبب. وفجاه البيت بيبدا يتهز بيها جامد، فبتروح تبص من الشباك وهنا بيظهر شبح قدامها وبيختفي تاني. لكن بقى وهي نايمه بتحلم انها ماشيه في مكان، وفجاه الشارع كله بيقف وظابط المرور بيشاور لها على بيت معين، وهناك بتسمع نفس الكلمه اللي انت اللي عليك العين. فبتصحى ليندا وبتنزل للدور اللي تحت، وهنا بتشوف الشبح مرة تانية، فبتقول له اساعدك ازاي. بس الغريبة ان الشبح بيعرفها انه مش لوحده وان هم بردانين جدا، فما بتكونش ليندا فاهمة هو قصده ايه، وبيختفي الشبح من تاني. تاني يوم ليندا بتروح على شغلها وبتحكي لصاحبتها اللي حصل، وانها بتشوف اشباح بالليل وبالنهار وبتسمع اصوات غريبة. بس الغريب في الموضوع ان حتى لو في اشباح كتيرة ليه مش بيظهروا كلهم سوا، وكأن في اشباح من الماضي واشباح من الحاضر بتحاول تتواصل معاها في نفس الوقت. واثناء كلامهم ليندا بتسمع نفس الصوت القوي مرة تانية، ولكن ما بتعرفش مصدره ايه. بعدها بتشوف شخص واقف فوق مبنى وبيرمي نفسه من فوق، فبتروح ليندا بسرعة علشان تشوفه. بس الصدمة انها مش بتلاقي حد، وكل اللي بتبقى شايفاه ده هو الاسكارف بتاعها مرمي في الارض. وبتبقى ليندا على اخرها ونفسها تفهم ايه اللي بيحصل لها ولازم تعمل ايه علشان الحياة ترجع هادية من تاني. وبعد كده ليندا بترجع المحل وبيجيلها مهندس ديكور المحل علشان يظبط شوية حاجات فيه. بس وهو بيخبط على الحيطان بتتفاجئ ليندا ان الخبطة بتتردد مرة تانية، بس محدش بيكون سامع كل ده غيرها. بعدها الخبط بيفضل مستمر لحد ما بتيجي صاحبة ليندا وبتوريها الساعة الهدية وبتعرفها ان الساعة وقفت مرة تانية.
بعد ما ظبطوها، ودايما بتقف عند وقت معين ومش بترضى تتقدم بعدها. فبتقرب ليندا من الحيطة وبتسمع واحدة بتستنجد، وبتعرفها ان هما محبوسين جوه الكابينة والجو برد عليهم ولازم يخرجوا. فبتفضل ليندا تسألها هما فين بالظبط، لكن الصوت بيفضل يردد ان هما لازم يلاقوا الباب ويخرجوا. لحد هنا الصوت بيختفي، فبتدخل ليندا للمخزن، بس بيظهر لها شبح تاني وبتسأله ساعدك ازاي، لكن الشبح بيعرفها ان الكابتن بتاعهم هبط بالطيارة وهم نايمين، ولحد دلوقتي هم لسه نايمين. وليندا بتسأله انتوا مين بالظبط ومكانكوا فين، بس الشبح بيقول لها اننا قربنا خلاص، وبيختفي من قدامها. فليندا بتاخد صاحبتها وبتطلع بره المحل خالص يشربوا حاجة، وبتحكي لها اللي بيحصل حواليها، وانها شاكة ان الشبح اللي بيظهر لها كان طيار، ولكن لحد دلوقتي ما تعرفش اي حاجة عنهم ولا حتى ازاي تساعدهم. بس صاحبتها بتعرفها ان للمرة الألف الساعة رجعت اتعطلت عند نفس الوقت، وبتقرر انها ترجعها للمحل اللي اشتريته منها. وهنا ليندا وهي راجعة بتشوف شبح بيضحك عليها وبيوريها انه معاه نفس الساعة بتاعت صاحبتها. فبتقرر ليندا انها تبحث عن النت عن اي طيارة وقعت في نفس الوقت اللي بتقف عنده الساعة، لكن بيقاطعها مهندس الديكور اللي جاي يكمل شغله. فبتدخل ليندا تعمل له شاي، وفجأة الشبح بيظهر وهو بيبص لها برعب. وهنا ليندا بتركز على الشراط اللي على اللبس بتاعه، وبتخرج تتصل بجوزها وبتطلب منه يعرف لها لو في اي طيارة وقعت من قريب في اي بلد. لكن الغريب ان جوزها بيعرفها ان مفيش اي اخبار عن طيارات وقعت في الوقت الحالي. وهي بتتكلم معاه بتلاقي نفس الشبح واقف بره المحل، فبتروح بسرعة تتكلم معاه، وهنا بتسأله ايه حصل بالظبط ووقعتوا فين. بس الشبح بيعرفها ان هم لسه طايرين في الجو وما وقعوش اصلا، لكن الطيار بتاعهم بينزل بالتدريج وبيرجع الشبح يختفي. وهنا ليندا بتجري على المحل من تاني وبتحكي لصاحبتها ان في طياره ماشيه في الجو والقائد بتاعها ميت والركاب ماتوا من البرد. فبتسمع صوت خبط جامد جاي من المخزن، فبتفتح الباب وبتلاقي شبح مضيفه بتسالها انا فين، بس ليندا هي اللي بتسالها انتوا فين بالظبط وايه حصل لكم. فبتبدا المضيفه تحكي عن اخر حاجه فاكراها، وهي انهم كانوا في الطياره وفجاه ضغط الهواء اللي في الطياره بدا يتسحب. وهنا المضيفه فضلت تخبط على كابينه الطيار وعرفته ان الجو برد، بس للاسف محدش فتح لهم، وده بسبب ان الطيار مات جوه ومحدش عارف. وبتعرفها المضيفه رقم الرحله والبلد، وبتتصدم ليندا ان الرحله دي هي نفس الرحله اللي اخو صاحبتها مسافر فيها، وان الطيار مات والطياره لسه في الجو. فبتخرج تبلغها الخبر، وصاحبتها بيجيلها صدمة وبتمشي وبتسيبها. في نفس الوقت ده كيم جوزها بيكون في عربيته وبيسمع خبر عن الطيارة وإنها اتعطلت وهتنزل في المقاطعة اللي هم عايشين فيها. فبيتصل بسرعة بليندا وبيبلغها وبيطلب منها تحاول تبعد الناس عن الشارع. وفعلا ليندا بتخرج وبتبدأ تحذر الناس إنها ترجع لبيوتها لأن الشارع خطر دلوقتي، بس ما بتلحقش تكمل كلامها وبيشوف الطيارة وهي معدية من فوقيهم وبتقع ورا المكتبة. وبيوصل بعدها الشرطة والإسعاف علشان يلحقوا الموقف. وبتدخل ليندا للمحل، وهناك صاحبتها بترجع وبتعرفها إنها كانت ماشية بالعربية لكن الطيارة وقعت قدامها، وما بتكونش ليندا عارفة تواسيها ازاي. لكن الصدمة الأكبر بالنسبة لليندا مش هنا، هي بتتفاجأ أكتر لما بتشوف طاقم الطيارة اللي وقعت كلهم جايين عندها قدام المحل، وواضح كده إن الموضوع هيبقى كبير.